التمثال اللي قدامنا ده يعتبر قطعة فنية أثرية رائعة، محفوظ في متحف الأقصر للملك تحتمس الثالث من خيبر رع، دائم تجلي رع، ده معنى اسمه. التمثال للملك تحتمس الثالث ابن الملك تحتمس الثاني من زوجته إيزيس، وهي كانت زوجة غير ملكية، ولذلك اللي تولت العرش أو تولت الوصاية على العرش كانت الملكة حتشبسوت عمته وزوجة أبوه. التمثال رائع في نحته، كأنه قطعة فنية. عضلات الملك وتفاصيل جسمه حتى ملامح وشه ملامح جميلة جدا، توحي بالابتسامة والهدوء والعظمة وكل حاجة كويسة. ده بيسموه إمبراطور مصر، وبيسموه نابليون مصر، لأن في عهده قاد ما يقرب من 17 ل 27 حملة عسكرية ولم يهزم في معركة قط، بل هو مؤسس أول أسطول بحري منظم في التاريخ المصري. الملك تحتمس الثالث سجل كل انتصاراته في حوليات تحتمس في الأقصر.